حدثني مدير لأحد فروع البنوك يقول إن هناك حسابا بنكيا لديهم وكان فيه ملايين الريالات، ولفت نظرهم أن هذا الحساب لم يتحرك من مدة طويلة، فاتصلوا على صاحب الحساب فرد عليهم بعض أهله وأخبروهم بأنه قد مات، فطلب مدير البنك بأن يأتي أكبر أولاده إليه. يقول فلما أتى عزيته في والده وأخبرته بأن لوالده حسابا بنكيا، فقال كم المبلغ؟ فذكرت له مبلغا كبيرا بملايين الريالات، فانهار هذا الرجل وجعل يبكي ويدعو على والده، فجعلت أواسيه وأقول هو قد خلف لكم ثروة فادعوا له، فقال لا، إنه قد عاش طيلة عمره فقيرا مقترا على نفسه ومقترا علينا، وكنا نعذره نظن أنه ليس عنده شيء وهو يملك هذه الثروة العظيمة. فانظروا أيها الإخوة، هذا الرجل ماذا استفاد من هذه الملايين؟ ماذا استفاد من هذه الثروة التي جمعها ريالا؟ ماذا استفاد منها؟ لم ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل انتقلت إلى من لا يحمده عليه، من يدعو عليه، وهذا كله بسبب النظرة الخاطئة للمال. تشبث بهذا المال وكأنه مخلد وكأنه معمر في هذه الحياة. فبعض الناس عندهم نظرة خاطئة للمال ونظرة خاطئة للحياة الدنيا، كأنه في هذه الدنيا سيعيش عمرا طويلا وسيعمر، وإذا بالمنية تخترمه فجأة أو يأتيه مرض الموت فجأة، وحينئذ يندم الندم العظيم حين لا ينفع الندم. وماذا ضر هذا الإنسان لو أنه وفق فانتفع بهذا المال في حياته وتصدق منه وأنفق وأكرم الضيف وانتفع به بعد مماته بأن جعل له وقفا أو وصية ونحو ذلك، لكان قد انتفع بهذه الثروة. أما والأمر كذلك فهو في الحقيقة بات فقيرا محروما منها يحرسها طيلة حياته لتنتقل بعد ذلك غنيمة باردة للورثة من بعده، لهم غنمها وعليه حسابها، والسعيد من وعظ بغيره.